السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ أموركم هانية؟ كلشي بخير وعلى خير؟ كلشي هو هداك. صباحكم مبروك وصيامكم متقبل إن شاء الله. كما كتشوفوا اليوم تبارك الله راه كاينه الشميشه وما كاين لا برد لا والو. طلعنا نشمشوا الفريخات هانتوما كما كتشوفوا، كلشي خرجتو يتشمش، كلشي علقتو، كلشي. وانا دابا كنيطوي حيت السطح تكرفس شويه مع هاد الشتا. خرج الحداد شتيه راه جا فوق القفز. اش كيبان لكم ولا ما كيبانش؟ هكا يدور بالطيور. وراه خطير شويه على الفريخات الاخوان، الا جاع يقدر يضرب شي طير. هذا ما كان، حنا كنحاولوا نطوي لهم مزيان. كاين هذا ماشي هو موضوعنا في هذا الفيديو. هذا الموضوع ديالنا هو الميغا بكتيريا. بزاف ديال الناس كيسولوني عليها وكيفاش كتعالجها، وهذه كل واحد الاخوان عنده الطريقه ديالو. غير كاين اللي كيتبع لي برودوي وداكشي. هي الا مشيتي خليتي الطير توصل لهاديك المرحله غيسير الدواء، غيشوف شي دواء وصافي. الا مشات مرض الطير ما ينفع معاه طبيعي، كيعاونو شويه ولكن ما كينفعش معاه 100%. ياخذ الوقت بزاف باش الطير يصح، وخصك العنايه وخصك بزاف ديال الحوايج. هاد الميغا بكتيريا اصلا منين كتجي؟ اغلب الامراض الاخوان اللي كيصيبوا المقرين كيجيو من العفن من الغموليه. الطير الا ما كنتيش كتنيطوي ليه مزيان ما كانش كيتشمش، والبلاصه اللي فيها هو ما مهوياش، يعني كيتجمع فيها ليميديتي. يعني كتقلب الزوان ديالو كتلقاه مكبد. هذيك راه غموليه الاخوان، راه الرطوبه. ملي كياكل داك الزوان راه غادي يمرض لك بالميغا بكتيريا ولا الكوكسيديا. والميغا بكتيريا الاخوان راه خطيره بزاف. وباش كتعرف اصلا الطير واش مريض بالميغا بكتيري، كندوي لكم على التجربه ديالي، داكشي اللي كنعرف انا. كاين شي حاجه اكثر من هادشي، راه هادشي راه بحر. راه الناس كاين اللي كيعرف شي حاجه اكثر منهم. المهم على حسب التجربه، انا ما غاديش نبدا نقرا عليكم من جوجل وداكشي. نقول لكم التجربه ديالي. باش كتعرف الطير مريض بالميغا بكتيري، ملي كيبان لك الطير ديما عند الوكاله كيبان لك انه ما كيضرب الوكاله كامله دغيا. هو راه ما كياكلش، راه كيدقدق الزوان، كياكل شويه والشي الاخر كلشي كيدقدقو. هذاك عرفوا فيه الميغا بكتيريا. غتقلبوا غيبان لك المصارن ديالو حمرين ومنفوخين وكيتحركوا. ملي كيبان لك المصارن كيدوروا كيتحركوا راه الميغا بكتيريا هذه راه خطيره الاخوان. راه بعض المرات كتفرق عليه واحد بصيرين ولا ما عرفت، ممكن تبان لك واحد الكحوليه. ملي كيوصل واحد المرحله خايبه في الميغا بكتيري، تقلب الكرش كتلقاها منفوخه وبحال فيها واحد المقيطه ديال الدم. وباش تعالجها الاخوان طبيعي كنديروا لها خل التفاح. فهمت اش كيطرى المصارن اللي كيمرضوا بالميغا بكتيري؟ بحال ديك المعده ديالو كتهاجم واحد البكتيري، كتحيد منها ديك الحموضه ديال ديك البي اش. داكشي اش كنديروا خل التفاح باش هي ملي كترتفع الحموضه كتقتل. حنا كنرفعوها بخل التفاح، وبالتالي كتبدا تموت هذيك البكتيريا بشويه بشويه. ولكن من وراها، من وراء الخل التفاح ضروري كدير ليه البكتيريا النافعه باش يرجع البكتيريا النافعه اللي كتكون في الامعاء وفي المعده. وبالنسبه للدواء الكيماوي راه كنديروا ليه هذاك السيرو ديال الدراري الصغار، داك فلاجي. كدير ليه قطره في فمو كل نهار، كدير ليه قطره في فمو، ولا كدير في الشرابه واحد 3 القطرات. المهم يباتوش عندهم، يفوتوش 24 ساعه حيد. هذا مكان الاخوان. هذه هي الميغا بكتيريا بكل اختصار، بلا قوه التشعب وتعقيد هذاك الشيء. مهم هذاك الشيء ساهل بان الانسان راه كيلاحظ، والمولع هو اللي كيشوف الفرخ ديالو كيلاحظ. تقدر تشوف الفرخ ديالو يكون يشوفوها بالعين ديالو، العين ديالو بلا ما يبان لك الطير بوش، غير عينو كتبان لك واش الطير بخير ولا عنده شي حاجه. كتكون واحد التغوبيشه في الطير في عينيه كيشوفها المولود.
كيعرفوا ماشي هو هذا. كتجي كتقلبو كتلقاه مريض، يا اما الميغا بكتيريا، يا اما طارشو البرد، يا اما فيه الكوكسيديا ولا الاسهال ولا الحناش. المهم كيبان لك الطير كيتغير عليه. هو واحد ماشي مولوع راه غادي يبان ليه الطير عادي كينقز كياكل، ولكن الشوفه ديال المولوع ماشي هي الشوفه ديال شي واحد مبتدئ. هذا ما كان الاخوان. وتهلاو ليا في راسكم وخرجوا الفريخات. اليوم راه الجو زوين، خرجوا الفريخات ودوشوا ليهم. راه تبارك الله راه داز عليهم هاد الموسم قاصح شويه، شحال وكاين الشتا والبرد. مشتاقين دابا غادي تخرجوهم اول مره، غيبان لك الطويرات كيتشمشوا كيسرحوا جنيوحاتهم وغيفرحوا وغيتباعوا الشمس بزاف. تحياتي لكم الاخوان، نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.